عندي بصل او بصلايه صغيره ونص جزرايه، حبهان، وعندي 3 حبه قرنفل، ورق غار او اللي هو ورق اللوري. وعندي بقى توابل: نص معلقه فلفل اسود، ربع معلقه 7 بهارات، وعندي ربع معلقه توابل لحمه. ميه هتغلي هننزل التوابل دي، وبعد ما حطينا التوابل في الميه اللي بتغلي هنبدا ننزل باللحمه. بسم الله. بعد كده قطعت العيش، هبدأ احط عليه بس كده معلقتين زيت، وهدخله الفرن اقلبه بس تقليبه كده. هنعمل بقى الرز، هنحط ربع كوبايه زيت، هنعمل رز ابيض، هننزل بكل الرز، وبعدين هنقلب كده. طبعا زيت مش سمنه علشان الزيت بيخلي الرز مفلفل اكتر. وبعدين هننزل بالتوابل: معلقتين ملح ممسوحين ورشه فلفل اسود، نقلب. بعد ما قلبنا في الرز 5 دقايق كده هننزل بالميه تكون مغليه، تسويه الرز العادي. اول ما الميه تغلي هنغطي الحله، وبعدين الرز اول ما يتشرب بالميه، وبعدين هنوطي عليها خالص سوى الرز العادي. هنعمل الصلصه طبعا بتاعت الفته المصري عموما، وبالاخص فتة القاهرة او القهرويين يعني. عندنا هنا توم مهروس، نحط شوية زيت، ربع كوباية. بعد ما التومة اتحمرت بنبدأ ننزل بربع كوباية خل، وبعدين بننزل بالملح وربع معلقة فلفل اسود، ونقلب. سيبهم يغلوا بس كده دقيقة على النار. وبعد ما غليت معانا هننزل بصلصة الطماطم الفريش، ودي كده الصلصة بتاعت الفتة بتاعت محافظة القاهرة. طبعا هنسيبها بقى تغلي وتتسبك مع الخل والثوم، علشان عايزه اقول لكم ريحتها رائعه اصلا. هنا بقى ما نسيناش الرز، شايفين شرب الميه. هنبدا بقى نوطي على الرز كده. بقى الرز خلاص تمام خلص. كمان الصلصه خلصت، بس انا نسيت اقول لكم ان انتوا تحطوا رشه سكر، رشه صغيره قوي على الصلصه. كمان العيش عندنا جاهز اتحمص، وكمان هنا اللحمه والشوربه بتاعتنا جاهزه. دي بقى اخر حاجه في الوصفه اللي هي اصلا اساس وصفتنا. دي بقى محافظه الاسكندريه، الناس الاسكندرانيين هم اللي بيعملوا الفته بالطريقه دي. عايزه اقول لكم انا جربتها، طعمها حكايه. بيحطوا توم، اقل من ربع كوبايه زيت، دي اسمها بيسموها شكمبه، في بعض الناس بيقولوا عليها شكمبه. بصوا بقى، بنحط الثوم، هي زي بالظبط اللي بصلصه، ولكن هي مش هنحط صلصه، ده الاختلاف. هنشوح الثوم بقى ونخليه كده ياخد لون حلو معانا، وبعدين نرجع نكمل بقيه الوصفه. بعد ما حمرنا الثومه كده بقت لونها ذهبي، هننزل بنص كوبايه خل. هنحط ملح وفلفل اسود، اول ما تغلي هنبدا ناخد بس كبشه كده منها، نعينها على جنب او كبشتين كبار، وبعدين هنحط على الكميه دي شوربه. بسم الله. هناخد بقى العيش اللي حمصناه الاكتر من قمر ده ونحطه على الشوربه ده. بسم الله. وبعدين هنبدا بقى نقلب كده. احنا طبعا مش هنحط شوربه كتير علشان مش عايزين العيش يعجن معانا. نديله بس تقليبه كده، نسيبه بالظبط يعني دقيقه يتشرب الشوربه اللي احنا حطيناها. بعدين كده بقى جاهز ان احنا نرص طبق الفته بتاعنا. هنا بقى هقول لكم سر من اسرار تحمير اللحمه. الناس اللي بتحب تحمر اللحمه هوريكم بقى بتتحمر ازاي وتفضل معاكي طريه بس من بره محمصه بس، وما تنشفش معاكي. اول حاجه الطاسه بتاعتك حاطه فيها شويه زيت،
هننزل باللحمه بسم الله. بعدين نديها تقليبه كده، شايفين يا دوبك بس انا حطيتها، هقلبها على طول على الجنب التاني. بس هقلبها كده من فوق. بعد ما قلبناه نص معلقه شوربه بسم الله. شايفين شكل اللحمه عامل ازاي؟ هي طبعا مش باينه في التصوير، باينه ان هي فاتحه، شايفين اخدت لون كده. حركه الشوربه اللي احنا عملناها، بصوا الشوربه اتشرق يعني ما بقتش موجوده، اللي موجود الزيت بس. هي الفكره ان اللحمه وهي بتتحمر في الزيت بتشرب الشوربه وبتسيب الزيت في الطاسه زي ما انتم شايفين، فعشان كده بتطلع معاكي من بره واخده تحميره، ولكن هي بصوا جوسي وطريه جدا. يعني يلا بينا بقى نرص الفته بتاعتنا. وده الطبق التاني. نحط بقى طبقة الرز بسم الله، وهنا كمان بسم الله. ناخد بقى الصلصة على اول طبق اللي هي الفتة المصري او الفتة بتاعت محافظة القاهرة. نحط الصلصة كده. هنحط بقى هنا كده ايه قطعة من اللحمة، شايفين اللحمة محمصة وهي اصلا طرية على فكرة جدا. بصوا انا زي ما قلت لكم عشان هي فيها بصوا عظم، انا مش هعرف اوريكم ان هي كمان سخنة جدا، بس فعلا فعلا طريقة تحمير اللحمة بالطريقة دي هتعجبكم جدا. تعالوا بقى نشوف فتة الاسكندراني. برضو بعد ما حطينا كده بقى هنحط اللحمة، هنحط كل بقى اللحمة اللي هي هنحطها على طبق الفتة الاسكندراني. نرجع بقى اخر حاجة في الطاسة، هننزل بشوية فاكرين الخلطة اللي انا قلت لكم هنشيل منها كبشتين، وهننزل عليها بكام مغرفة شوربة كده، مش كتير بس عشان تبقى سخنة معانا. نديها بس غلوة واحدة على النار، وهي دي صوص الشكامبا. بعد بقى ما غليت هناخد منها كده بسم الله، ونيجي على الفتة الاسكندراني وننزل بقى كده ايه على اللحمة بالرز بالعيش، نعمل كده والباقي نحطه في طبق جانبي، اللي حابب بيحط تاني زيادة. عايزة اقول لكم طعم الفتة دي لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها ابدا، خطيرة. تعالوا بقى كده، طبعا الفتة المصري بتاعتنا اللي لا يعلى عليها، طبعا برضو كل واحد ايه بيحب الحاجات بتاعت محافظته، فمش هنقدر نعيب فيها، طعمها خطير تحفة خطيرة تجنن بجد. الفتة الاسكندراني اللي معمولة بشكامبة او بالدقة حسب ما بتسموها، او بالخل والثوم. بصوا عايزة اقول لكم ريحتها يعني احنا الجيران خلاص كده اعصابهم تعبت. ايه الجمال ده، ايه الرقي ده. بكده طبعا تكون خلصت وصفتنا رائعة رائعة رائعة. اتمنى تجربوا الفتة الاسكندراني، وما تنسوش زي كل فيديو هقول لكم لو عجبتكم الوصفة متنسوش تعملوا لي لايك، واللي لسه مشتركش في القناة اعمل لي سبسكرايب، يا ريت تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.